اهلا بيكم في فيديو جديد. عارفه اني اتاخرت عليكم في الفيديوهات، بقالي فتره كبيره قوي منقطعه، بس عوده حميده الحمد لله. وان شاء الله يبقى في استمراريه وبقوه، لان الشغف بتاعي عالي بصراحه. يلا بينا نبتدي. في اول فيديو نتكلم عن التسليم والاستسلام والهدوء النفسي الذي له علاقه بالدين الاسلامي. هنشرح آية كده بسيطة: إن الدين عند الله الإسلام. الله سبحانه وتعالى بيدينا مفهوم له علاقة بالسلام النفسي، وله علاقة بالهدوء النفسي، بمعنى إن الدين عند الله الإسلام. أي حد عاوز يدخل الديانة دي يبقى عنده هدوء واستسلام، وفي نفس الوقت سلام نفسي، بمعنى إن الدين الإسلامي شامل كل الجوانب دي في الحياة اليومية، في الشغل، في المذاكرة، وفي الحياة الجامعية. كل واحد يقيس المفهوم ده على حياته وعلى الشيء اللي بيعمله في الحياة بتاعته، ومن خلال ده هنوصل لمفهوم عميق جدا للسلام النفسي، وهو الاتصال بالله سبحانه وتعالى. خلينا نتكلم عن 3 مفاهيم لهم علاقة بالسلام النفسي. أول مفهوم هو الحياة اليومية. حين يدرك كل شخص من الأشخاص اللي بيتفرجوا على الفيديو إن هم لازم يعملوا شيء اسمه سلام نفسي، بمعنى قبول الواقع المتعايش والمتعارف بيه، واللي بنصحى كل يوم من النوم نلاقيه، ندركه بهدوء، ندركه بواقع، ندركه حتى لو احنا عايزين نغيره، احنا مش هنكرهه، احنا فعلا شايفين فيه نقاط مهمة كتير في اليوم محتاجة تتغير. يبقى النقاط دي تتغير بهدوء، مش تتغير بكره ونفور من الواقع. خليني اديكم مفهوم ابسط شوية في الحياة اليومية. لا دخل للإنسان أو لا دخل للفرد بكل ما يعيشه في الواقع، بمعنى إن أنا لو أنا عايزة أروح الجيم مليش دخل بالأدوات الرياضية اللي النادي أو المؤسسة اللي فيها الجيم عاملاه. الأدوات، هل هي أدوات حديثة ولا مش حديثة؟ أنا ليا إن أنا أروح الجيم وأتمرن وأبني عضلات، لكن مليش دعوة بالأدوات الرياضية اللي موجودة في الجيم، ومليش دعوة بالكابتن اللي هيمرني. أنا مش هختار كل شيء على مزاجي. لا دخل للإنسان في الكثير من الأمور، لكن هناك دخل النفسي أقدر أزوده، ودخل النفسي أقدر أعلي، بمعنى إن لو الجيم ده ما عجبنيش أقدر أروح جيم تاني لحد ما أحس إن أنا عندي ارتياحية نفسية للمكان اللي أنا عاوزة أبني فيه عضلات. ومن خلال الموقف ده هنا عملت على تحسين الواقع، ما كرهتش الواقع، ما نفرتش منه، ما بعدهوش عني، وفي نفس الوقت أنا كنت مستمرة في التحسين. النقطة رقم 2 وهو مفهوم الاستسلام والسلام النفسي في علم النفس. قبول الواقع كما هو بدون يأس ولا مقاومة، ولكن يمكننا العمل على تحسينه. مفيش أبسط ولا أسهل من المفهوم ده. من خلال إدراك المفهوم ده نقدر نعيش واقع أكثر ارتياحية، وأكثر هدوء للنفس، وأقل ضغوطات، وأقل قلق وتوتر. النقطة رقم 2 وهي شرح مفهوم الفلسفة. أنا مش هشرح لكم المفهوم بصراحة قد ما هديكوا قصة جميلة كده لسه معاها من فترة، وهي للفيلسوف زينون مؤسس الفلسفة الرواقية. الشخص ده كان راكب سفينة فيها كل التجارة بتاعته، فيها الناس ممكن يكون اللي بيعزهم، فيها يعتبر حياته، أمله ونجاته، وكل ما له علاقة بالحياة اليومية بتاعته. السفينة كلها غرقت في البحر، وهو الشخص الوحيد كمان اللي نجا من هذه المأساة يعتبر، أو من هذه الكارثة. لما طلع على البر ابتدى يفكر ايه هو اللي حصل
ليه حصل، ايه اللي المفروض يعمله عشان يحسن الواقع بتاعه. فهنا أسس مفهوم جميل جدا اسمه الفلسفة الرواقية، بجد أنصحكم تقرأوا عنه. لو حابيني أكلمكم أكتر عن الفلسفة الرواقية بليز قولولي في الكومنتات، هبقى مبسوطة جدا لو حد قال لي اتكلمي عنها. نيجي للتسليم على أكمل وجه، وهي نقطة كده حطيتها عندي أزودها يعني. التسليم هو مفهوم عميق جدا، بإدراكه يبقى ليه تأثير كبير قوي على حياة النفسية، سواء كانت في الشغل أو حتى في الحياة اليومية. التسليم هو استسلام، هو هدوء، هو أكثر قابلية لقبول الواقع والأشخاص اللي حوالينا، وأحيانا هو السبيل الوحيد اللي من خلاله نبطل نعيش المعارك اللي احنا بناخدها مع الأشخاص السلبية ومع الأفكار ومع الأشخاص اللي ما نقدرش نغير طريقة تفكيرها. حتى كمان الاستسلام بيدخل معانا احنا بقبول الشخصيات والأشخاص السلبية والأفكار الضئيلة جدا في الأشخاص. هل التسليم هو الاستسلام؟ خلينا نقول انه احيانا بان احنا نقبل فكرة الواقع اللي بيجبرنا احيانا نتكلم مع اشخاص ذوي الدخل المنخفض من المعلومات، ذوي الدخل المنخفض من التفكير. احيانا نقبل على نفسنا ندخل معركة من معارك الاشخاص دول. بالنسبة لي لا، انا ما عمري ما اقبل ادخل معركة مع ذوي التفكير المنخفض ابدا. ختاما، التسليم ليس استسلام في بعض الامور، بل هو رقي نفسي وعقلي من كل ما هو سلبي، سواء الاشخاص او حتى الاشخاص ذوي الافكار المنحطة والتفكير الجاهلي. من الاخر، اي حد في حياته اي شخص سلبي بالطريقة دي ما يدخلش معاه نقاش ويستسلم في الاول ويرقى بنفسه وعقله. لحد هنا التسليم هو مفهوم عميق جدا، لو قعدنا نتكلم فيه لمدة طويلة ومش هنخلص. لو حابين اتكلم لكم في شيء معين ممكن تكتبولي في الكومنتات. لحد هنا يبقى الفيديو خلص، اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.